السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناه نزهه بحيح الدمناتيه. اول حاجه كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي، وكنشكركم على التعليق ديالكم والبارطاج، وكنتمنى تزيدوا تشجعوني اكثر وتبارطاجيو لي الفيديوهات ديالي مع عائلتكم. الله يسر اموركم والله يحفظكم في هذا العواشر. اليوم فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير الحلوى الشباكيه اللي كتجي رائعه البنات، مع جميع النصائح والاسرار باش تنجح معكم. وكما كتشوفوا كتجي معلكه ولذيذه بزاف وهشيشه. كما كتشوفوا الصراحه كتستحق انكم تجربوها. ودابا بلا ما نطول عليكم، بقوا معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. كنحتاجوا في المكونات الكاس ديال اللوز. هنا البنات خديت اللوز مسحته مزيان من الغبره وطحنته كما كتشوفوا حتى ولا بحال العجينه. من الاحسن البنات طحنوه مزيان باش هكا الا كتسرحوا العجينه ديالكم ما تقطعش معكم. وعندنا كذلك كاس ديال الزنجلان، نقيته وغسلته وطحنته حتى هو بحال العجينه بحال هذا الشكل هكا. ومن الاحسن البنات بلا ما تحمروهم ولا تصهدوهم، لحقاش باقي غيطيبوا في القلي. الا كنقليو الشباكيه باقي غيكملوا الطيب ديالهم. وهنا كنحتاجو نص كاس ديال زيت المائده، وغنضيف عليه زيت الزيتون. في المجموع عندي كاس مخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. وعندي كذلك كاس ديال الزبده. هنا البنات خديت 250 غرام ديال الزبده، ذوبتها مزيان البنات حتى تحيد منها داك الحليب، ورجعت نوازيت كما كتشوفوا وعبرت منها كاس. وعندي كذلك كاس ديال ما زهر. وعندي كذلك الخل. هنا البنات استعملت هذا النوع ديال الخل العادي، ما تستعملوش داك الاخر الابيض، استعملوا هذا النوع هذا. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال حبه حلاوه. كما كتشوفوا طحنتها مزيان البنات، ضروري تطحنوها مزيان كما قلت لكم، كاع هاد المكونات طحنوهم مزيان. وعندي كذلك واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. هنا البنات خديت القرفه عواد وطحنتها. من الاحسن البنات تاخذوها عواد وطحنوها، احسن من هذيك اللي كتكون مطحونه موجوده، هذه كتكون فيها المذاق اكثر. وعندنا كذلك واحد المعلقه كبيره ديال النافع، حتى هو طحنته مزيان كما كتشوفوا. وهنا خديت تقريبا واحد 5 المحبات ديال المسكه حره، دقيتها مع شويه ديال سكر سنيده. من الاحسن البنات تخلطوا مع سكر سنيده عاد طحنوها باش تطحن لكم. وعندنا كذلك واحد القبصه ديال الملحه، وواحد خماره الوزن ديالها 7 غرام. وعندنا كذلك شويه ديال الخميره ديال الخبز، ما تكثروش البنات الخميره ديال الخبز. وعندنا واحد ضامه ديال الزعفران اللي ممكن تعوضوها بالزعفران شعراء الا متوفر عندكم، انا ما توفرش عندي. وعندنا كذلك كيلو ديال الدقيق الابيض او الفورص اللي خديته وغربلته مزيان كما كتشوفوا. ودابا غندوزو باش نخلطوا النواشف هما الاولين. هنا كناخذ الدقيق ديالي وغنضيف عليه معلقه ديال القرفه كما قلنا، غنغربلها. غربلتهم البنات من قبل ولكن غنعاود نغربلهم معاكم. وغنضيفوا معلقه كبيره ديال النافع، حتى هو غنعاود نغربلو معاكم كما كتشوفوا. وغنضيف عليهم معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، حتى هي كنغربلوها. وغنضيف عليهم دابا المسكه حره، واحد الساشي ديال الخماره ديال الحلوه كما كتشوفوا، حتى هي ضروري خصها تغربل. وغنضيف واحد القبصه ديال الملحه. صافي غنخلطوهم مزيان كما كتشوفوا حتى يندمج لينا الدقيق مع المكونات حتى ما بقاش كيبانوا. صافي دابا غنخليهم جانبا. وهنا غندوزو باش نخلطوا اللوز مع الزنجلان مع الزيت والزبده. ديروا البنات الطريقه هذه راه زوينه وعمليه هكا باش تسهل لكم تخلطوا هاد المكونات السائله مع الدقيق، او باش الا بغيتوا تبسبسوه مزيان هكا احسن. وهنا ممكن تستعملوا هكا الميكسور، ولا ممكن ديروا الخلاط الكهربائي، ولا ممكن غير تضربوا مزيان بالخلاط اليدوي حتى تحصلوا على الخليط يكون بحال هذا الشكل هكا. عاد ضيفوه للدقيق ديالكم. كما قلت لكم الطريقه رائعه البنات. صافي كنخوي بحال هذا الشكل هكا. ودابا غندوزو باش نخلطوه مزيان كما كتشوفوا.
كنحاولوا ندخلوا دوك الزيوت في الدقيق ديالنا، وحنا كنعجنوا بحال هاد الشكل هكا حتى كنحصلوا على داك الخليط يكون مرمل. هانتوما كنحاولوا نبسبسوه مزيان بحال هكا، مره نحكوه بين يدينا ومره نعجنوه بحال هاد الشكل هكا. هانتوما كما كتشوفوا دغيا ترمل، ما كنحتاجوا لا نغربلوه ما والو. كما كتشوفوا ما كاين لا كويرات ديال اللوز ولا ديال الزنجلان، طريقه سهله. هانتوما صافي هنايا عندكم جوج اختيارات البنات، ممكن تخليوه غير يرتاح واحد شويه تقريبا بحال الا قلتو ساعه ولا ساعتين، ولا ممكن تخليوه ليله كامله باش يتشرب لينا الدقيق دوك الزيوت والزبده. وهنا البنات انا دائما كنديرو يبات ليله كامله، ولكن هاد المره مزروبه شويه، بغيت نحطو لكم باش تستافدوا منه. وما كنتش كاع بغيت نصور الحلوه الشباكيه، ولكن كتاب وصورتها معكم لحقاش كنت ديجا درتها في القناه. صافي كما كتشوفوا من بعد ما ساليتها هانتوما كتولي مرمله. صافي دابا غناخذوا كاس ديال ما زهر وغنضيفوا عليه دامه ديال الزعفران. كما قلت لكم البنات ممكن تعوضوها بزعفران شعره او الزعفران الحر. وهنا كناخذ كاس وكنوضع فيه 3 المعالق ديال الخل. هنا البنات حاولوا ما تفوتوش 3 المعالق او ربع كاس، حاولوا ما تفوتوش نص كاس نهائيا البنات، لحقاش غادي يخسر لكم الحلوه ديالكم، يعني غادي تفرتت بلا قياس وغادي تضيع لكم في القلي وفي حتى في التعسال الا بغيتوا تعسلوها غادي تضيع لكم. وهنا كناخذ نص كاس ديال الماء وكنضيف عليه راس معلقه ديال الخميره، غير شويه البنات ديال الخميره ما تكثروهاش. صافي هنا حركت المزهر ديالي مع الزعفران وخويته على العجينه. صافي كنحاولوا نعجنوا بحال هذا الشكل هكا، وحنا كنضيفوا الماء اللي مخلط مع الخميره، كنضيفوا شويه بشويه وحنا كنعجنوا. هنا البنات حاولوا ما تكثروش الماء باش ما تجيكمش جاريه. هنا كما كتشوفوا زدت نص كاس اخر ديال الماء، ولكن ما غنضيفوش كامل، يعني غندير غير شويه، ولا ممكن تعبروا بالمعلقه كديروا غير شويه بشويه البنات باش ما تجريوش العجينه ديالكم. ضروري تخليوها شويه مرخوفه، ما تكونش قاصحه مزيان وما تكونش عاوتاني جاريه مزيان، لحقاش الا جريتوها راه غتجيكم الحلوه الشباكيه ديالكم قاصحه الا طيبتوها، وإلا قصحتوها بلا قياس غادي تفرتت لكم في القلي. من الاحسن البنات كما كتشوفوا تكون بحال هذا الشكل هكا. هانتوما كما كتشوفوا كنحصلوا على هذا القوام يكون بحال هذا الشكل هكا. وبالنسبه للماء درت كاس ما عمرش، يعني كاس لاروب. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما عجنتها حيدتها من القصريه ديالي، ودابا كندلكها مزيان. ضروري البنات تدلكوها مزيان. وهنا من بعد ما دلكتها غنغطيها بواحد البلاستيكه وغنخليها ترتاح واحد شويه، تقريبا غير واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما ارتاحت واحد شويه دابا غنحربلوها بحال هذا الشكل هكا، ومن بعد غنقطعوها قطع متساويه بحال هذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا كتجي مورقه. هنا كما كتشوفوا كنقطعهم على شكل طولي باش هكا الا بغينا نسرحوهم يجيو ساهلين لينا، ما نعاودوش عاوتاني نكورو. من بعد ما قطعتهم كناخذ هنا واحد البلاستيكه وكنوضعهم فيها. ضروري البنات توضعوهم في البلاستيكه هكا باش ما تنشفش لكم العجينه وباش يرتاحوا واحد شويه، تقريبا غير 5 دقائق ما تفوتوهاش. هانتوما البنات من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا هكايا صافي دابا غندوزو باش نورقوها. هنا البنات كنورقها بحال الشكل ديال المسمنه، كنسرحوها بحال هذا الشكل وكنطيوها كما قلت لكم بحال المسمنه. هانتوما بحال هذا الشكل هكا. وهنا غنخليها على شكل طولي وغنخليها جانبا وغنورقهم كاملين بحال هذا الشكل هكا. ومن بعد غنغطيهم وغنبقى نهز وحده بوحده وكنطيو هكا بحال هذا الشكل هكا بحال شكل مسمنه. وهاد العمليه البنات كتخلي لينا الحلوه الشباكيه ديالنا مجعبه ومورقه. صافي هنا من بعد ما ساليتهم كاملين كنغطيهم بالبلاستيكه. ضروري البنات مره تغطيو بالبلاستيكه باش ما العجينه ديالكم ما تقصحش لكم. صافي دابا غناخذ الاولى وكنقسمها هكا على الجوج. ضروري البنات ديروا هاد الطريقه هذه باش تسهل عليكم في الورقه، او الا بغيتوا تسرحوها غير بالمدلك هكا باش الا بغيتوا تشكلوا الشباكيه ديالكم تكون سهله ما تضيعش لكم بزاف.
صافي هنايا كما كتشوفوا كناخذ غير وحده بحال هاد الشكل هكا، كنسرحها واحد شويه بحال هكا، وهنايا غندوزها في الوراقه. الا عندكم البنات الا ما توفراتش عندكم ممكن تستعملوا غير المدلك، بقاو تسرحوا غير بيديكم. صافي هنايا درتها في النمره واحد. هنا البنات الوراقه كو واحد والنوع ديالو كيفاش دايره. وهنايا من بعد ما دوزتها في واحد كندوزها في 4، ومن بعد كندوزها في 7. هنا كما كتشوفوا كو واحد والنمره ديالو كما كتشوفوا كندوزها 3 المرات. هانتوما كندوزوها في واحد، ومن بعد كندوزها في 4، ومن بعد كندوزها في 7 بحال هاد الشكل هكا. هنا البنات قطعت العجينه ديالي على جوج غير باش الا بغيت نشكلها تبان لكم. هنا ممكن تستعملوا الجراره ولا ممكن تستعملوا هاد القطعه هذه اللي هي عمليه. انا البنات عندي تقريبا شي 3 سنين هذه وكاينه عندي. ديك الساعات كانت كدير 40 درهم، ودابا ولات كدير 20 درهم ولا ما عرفت 15 درهم بحال هكاك. زوينه البنات، كتقطع لكم الشباكيه مقاده كما كتشوفوا. غير حاولوا الا بغيتوا تقطعوا بها ما تضغطوش على العجينه بالجهد، لحقاش الا ضغطوا بالجهد غادي تلصق لكم العجينه في القطعه. من الاحسن دوزوا غير من الفوق كما كتشوفوا، من بعد كتكملوا بالجراره بحال هكا. صافي دابا غندوزوا باش نشبكوهم. هنا البنات غندير معكم واحد جوج تشبيكات ساهلين. هانتوما هنا هاد القطعه كتعطينا 5 ديال الاشرطه. دابا كناخذوا هاد الجوج الاولين كنديرهم على جوج الثانيين، وكناخذوا هاد الخامس هذا وكنردوه للجهه الاخرى وكنقرصوها بحال هاد الشكل هكا. هاد الريوس بجوج كنقرصوهم مزيان باش ما يتحلوش لكم في الطيب، ومن بعد كنحلوها بحال هاد الشكل هكا وكنحطوها في سطح العمل وكنحاولوا نحلوها واحد شويه وكنقرصوا ليها دوك الجناب بحال هاد الشكل هكا. هانتوما كتولي بحال هاد الشكل. دابا غنعاود معكم وحده اخرى. كناخذوا الجوج الاولين وكنديرهم على جوج الثانيين، ومن بعد كنقلبوها وكنطيوها بحال هاد الشكل هكا. كنقرصوها مزيان. هنايا كنحطوها في سطح العمل صافي، وكنقرصوا لها دوك الجناب صافي بحال هاد الشكل هكا حتى نكملوها كامله. وهنا البنات غنعاود معكم شكل اخر ساهل. واسمحوا لي واخا سرعت الفيديو لانه جاني طويل بزاف، هذاك الشيء علاش سرعته. هنا كما كتشوفوا عندي 5 ديال الاشرطه. كناخذوا الاول بحال هكا والثاني كنطلقوه بحال هذا الشكل، والاول كنديروا تحت الثالث بحال هذا الشكل، وكنطلقوا الرابع وكناخذوا الخامس وكنديروا على الثالث بحال هذا الشكل. كما كتشوفوا جهه اليمين فيه 3 ديال الاشرطه وجهه اليسار فيه جوج. هانتوما دابا كناخذ هادو بجوج هكايا، كنبقى نديروا هاد الفوقاني كنديروا لتحت ديال التحتاني بحال هكا كما كتشوفوا. كنتمنى نكون شرحت لكم. ومن بعد كنحلو هكا بالاصابع ديالنا بحال هاد الشكل هكا، وكندخلوا دوك الريوسه التحتانيين. هانتوما كتولي بحال هاد الشكل هكا. صافي دابا غنحطوها في سطح العمل وكنحاولوا نقادوها وكنقرصوها من الجناب. ضروري البنات تقرصوها باش ما تحلش لكم في الطيب. صافي كنحصلوا عليها بحال هاد الشكل هكا. هانتوما كتجي بحال هاد الشكل هكا. غنعاود معكم وحده اخرى. هنا عندي 5 ديال الاشرطه كما كتشوفوا. هانتوما هنا كناخذ الاول كنديرو فوق صبعي، والثاني كنديرو لتحت بحال هكا. الاول كنديرو تحت الثالث بحال هاد الشكل، والرابع كنديرو لتحت، وكناخذوا الخامس وكنديرو على الثالث بحال هاد الشكل هكا. هانتوما جهه اليمين عندنا فيه 3 وجهه اليسار عندنا 2. هانتوما كما كتشوفوا. هنا كناخذ هذا الاول هذا كنديرو لتحت، كنديرو فوق التحتاني كما كتشوفوا، وكنحلوها بحال هذا الشكل هكا. هانتوما حاولوا تحلوها مزيان وكتدخلوا دوك الريوس التحتانيين كتدخلوهم لداخل بحال هذا الشكل هكا. ومن بعد كتحلوها كتحطوها في سطح العمل. ضروري تحطوها في سطح العمل وكتحلوها وتقرصوها من الجناب. ضروري تقرصوها باش ما تحلش لكم في الطيب. صافي كنستمر هكا حتى كنكملهم. هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما كملتهم كاملين. هانتوما صافي دابا غنخليها تبات حتى الصباح باش ندوزو نطيبوها. هنا كما كتشوفوا وجدت الزيت ديالي والعسل. هنا البنات العسل راه كنت ديجا حاطه لكم في القناه، وان شاء الله غنحطو لكم في صندوق الوصف. هنا كما كتشوفوا عندي تقريبا كيلو ديال العسل، ودرتو فوق البوطه يسخن واحد شويه. ضروري البنات ديروه يسخن واحد شويه. وهنا خديت الزيت شعلت عليه البوطه كما كتشوفوا. وقبل ما نبداو الطيب كنجربوها بشويه ديال العجينه باش نشوفوا الزيت واش سخنات ولا مازال، عاد نبداو نطيبو. ودابا كنوضع الحلوه الشباكيه ديالي طيب كما كتشوفوا. هنا البنات ضروري في الاول خص الزيت تكون سخونه. هانتوما كما كتشوفوا ضروري خصها تكون سخونه.
من بعد كنحركوها بحال هاد الشكل هكا، ومن بعد كنحيدوهم، كنحيدو دوك اللي طايبين كما كتشوفوا هنايا. البنات حاولوا تخليوها تكون غير ذهبيه، حاولوا ما تحرقوهاش كما كتشوفوا في الاول راه دغيا كيطيبوا، ولكن من بعد راه كتنقصوا البوطه. ضروري البنات تجهدوها في الاول ومن بعد تنقصوا البوطه، وانتم كتقلبوهم بحال هاد الشكل هكا وتحيدوهم. صافي هنا كما كتشوفوا راه نقصت البوطه. انتم كتبان لكم الزيت عاوتاني نقصات واحد شويه، نقصت في ديك السخونيه ديالها. انتم صافي كنحيدوهم بحال هاد الشكل هكا. كما قلت لكم ضروري تنقصوا البوطه. غلبت عليكم بحال هكا نقصوها ولا طفيو كاع البوطه. بعض المرات انا راه كنطفيها، وراه نفس الطريقه راه درتها معكم داك العام. يقدروا تقريبا داك العام ولا ما عرفت عامين هادي درتها معكم. المهم عاودت معكم نفس الطريقه. صافي كما كتشوفوا هنا راه وليت عاوتاني شعلت البوطه ديالي ونقصت مزيان مزيان، وبديت كنطيبها بحال هاد الشكل هكا. مره كنقلبها، الا شفتي وحده طايبه كتقلبوها بحال هاد الشكل هكا. صافي الاخرى راه كتعسل. صافي كنستمر هكايا، مره كنقلبوها، وهذيك الاخرى كنبقاو نحركوها مره نحركوها في العسل. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنايا راه نقصت البوطه، ودابا غنحيد دوك الاولين وكنوضعوهم في الكسكاس. كما كتشوفوا هنايا ضروري كتوجدوا الكسكاس ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا كتجي حمراء البنات بحال هذا الشكل هكا. حاولوا البنات ما تخليوهاش حتى تحرق لكم في المقله، هي خليوها تكون ذهبيه كما قلت لكم، لحقاش كتكمل اللون ديالها كتكملوا في العسل. هانتوما كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا نقصت على العافيه مهيله. كما كتشوفوا كتجي مهيله وكتولي بحال هذا الشكل هكا. كنحيدوها صافي كنحطوها في العسل. وهنا البنات كما كتشوفوا الاولى اللي حيدت كنرش عليها الزنجلان بحال هذا الشكل هكا. الزنجلان خديته وصهدت واحد شويه عاد رشيته من الفوق بحال هذا الشكل. صافي كنستمر هكا حتى نكملها كامله. ومن بعد ما تساليوها البنات غتخليوها في الكسكاس تقريبا نهار كامل، ومره كتسخنوا العسل وكتزيدوا ليها من الفوق وتخليوها حتى تشرب مزيان داك العسل. صافي وشويه غنتلاقاو مع الشكل النهائي. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه الشباكيه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي رائعه البنات، وكتجي لذيذه البنات، كتجي شهوه منها. وكما كتشوفوا كتجي مجعبه وشاربه العسل، وكما كتشوفوا كتجي مورقه ومعلكه من الداخل كما كتشوفوا هانتوما، وهشيشه. الصراحه كتستحق انكم تجربوها لانها كتستحق تجربه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم فما تنساونيش باللايك وبالبارطاج، وما تنسوش كذلك تشتركوا في القناه الى مازال ما اشتركتوش. ودابا غنخليكم الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.